ويلكم فيديو جديد. النهارده انا احسن حليب بالشوكولاته او احسن لبن بالشوكولاته زي ما انت عاوز تقول يعني. معانا النهارده بقى 5 انواع، وحابب اقول بقى اللي احنا رجعنا للسلسله بعد فتره توقف شويه يعني، اللي هي سلسله اللي احسن في مصر، وراجعين بفيديو كده جميل اللي هو اللبن بالشوكولاته اللي معظم الناس بتحبه وانا عن ذات نفسي بحبه جدا يعني. معانا بقى الانواع اللي معانا النهارده المراعي ودينجو وجهينه ومزارع دينا، وكمان معانا مين هيلسي. فيلا بينا بقى نبدا مع اول واحد معانا. يلا بينا اول واحد معانا وارخص واحد معانا وهو جهينه، وده حجمه 200 مللي وسعره 7 جنيه. فيلا بينا نرجه عشان هم كاتبين كلهم يترجوا يعني. احنا كده بوظنا الترابيزه يعني. فده شكل اللبن اهو. يلا بسم الله. اول واحد معانا هنا جهينه، الصراحه طعمها كويس. هنا اللبن طعمه كويس، طعم الشوكولاته كويس، بس هنا حاسس شويه ان الحليب طعمه ايه اكتر من الشوكولاته، مع ان الشوكولاته طعمها كتير قوي يعني وطعمها كويس جدا. فده اول واحد معانا. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده وهنبدا نقارنهم ببعض. فيلا بينا يلا بينا. تاني واحد معانا وهو المراعي، وده سعره 8 جنيه، ازيد من اللي فات بنص جنيه، وهو نفس الحجم 200 مللي. فيلا بينا نفتحه ونرجه. انا معرفش ده كاتبين يترج ولا لا، بس انا هرجه يعني. الشفاطه مش راضيه تتفتح، احنا هنسيبها نجرب نفتح من فوق كده كويس. ده لونه اهوت، حاسس ان ده اغمق شويه عن جهينه يعني. يلا بسم الله. في المراعي طعم الشوكولاته اكتر من اللبن، مش شكل جهينه طعم الحليب اكتر، لا هنا الشوكولاته اكتر بحبتين 3 يعني. الصراحه طعمها كويس، بس انا كنت حابب اللي تبقى فيه المعادله ما بين الحليب والشوكولاته. بس هنا الصراحه طعمه كويس، بس لغايه الوقت حاسس ان جهينه طعمها احلى شويه يعني. فيلا بينا نخش اللي بعده. يلا بينا. تالت واحد معانا هو نفس اللي فات بالظبط، السعر والحجم وكل حاجه. هنا سعره 8 جنيه وحجمه 200 مللي. فيلا بينا برضو نرج عشان ما ننساش. ده شكله اهوت. في دينجو حته اللبن والشوكولاته موازنينها جدا. الصراحه اللبن طعمه كويس، الشوكولاته طعمها كويس. قد تكون الشوكولاته ازيد شويه، بس هنا طعمها كويس جدا جدا، ولغايه الوقت ده اكتر واحد عاجبني يعني. فيلا بينا نخش اللي بعده. يلا بينا. رابع واحد معانا حليب بالشوكولاته وهو مزارع دينا، ومن اكتر الشركات اللي بحبها جدا يعني. ودي سعرها 14 جنيه ونص وحجمه 250 مللي يعني. فهنرجه كده كده، ولا شفاطه ولا توقع ولا حاجه. احنا هنفتحه ونصب على طول في الكوبايه. ده شكله اهوت. يلا بسم الله. مزارع دينا الحليب والشوكولاته الاتنين طعمهم كويس قوي. اول مره في مشروب هنا في الحليب والشوكولاته احس بطعم الحليب قوي وطعم الشوكولاته قوي. كل حاجه ظاهره قوي قوي يعني، مش شكل الوقت كان فيه ممكن حاجه يبقى فيه طعم طاغي ومش حاسس بنفس نكهه ديت يعني. الصراحه هنا الطعم كويس جدا جدا، بس برضه هنراعي السعر عشان في فرق حوالي 6 جنيه ما بين ارخص واحد فيهم اللي هو سعره 7 جنيه ونص، دي في فرق 6 جنيه او 7 جنيه يعني. فيلا بينا نخش اللي بعده. يلا بينا. خامس واحد واخر واحد معانا من الحليب بالشوكولاته وهو شركه هيلث، وده سعره 15 جنيه وحجمه 250 مللي. هو يعتبر ازين من التانيين بقى، و50 مللي هو ومزارع دينا، فاحنا هنراعي دي برضه زي ما هنراعي السعر يعني. فيلا بينا نرجه برضك. حاسس اللي هو يبقى هيعمل مفاجاه وهيبقى الاحسن، معرفش ليه يعني. ده شكله اهوت. يلا بسم الله. هنا طعم الحليب بالشوكولاته في هيلث الصراحه اتفاجئت بيه، مع اني كنت مجربه قريب يعني. كنا عاملين منتجات هيلث كلها كنا جربناها يعني، وبسيب لكم الرابط بتاع الفيديو هنا يعني. بس الصراحه طعم اللبن فيه طعمه كويس، طعم الشوكولاته طعمه كويس. فانتوا كده تتوقعوا ياخد المركز الكام يعني. فيلا بينا بقى نرتب لكم كده الملخص بتاع الحلقه كده، ونرتب لكم الحاجات بالترتيب يعني. فيلا بينا. يلا بينا. بص بقى بالترتيب، احسن حليب شوكولاته في مصر هو هيلث، بعده مزارع دينا، بعده دينجو، بعده جهينه، بعده المرحله. اقول لكم ليه حاطط الثلاثه دول جنب بعض يعني. دول بمستواهم متقارب من بعض، والاحسن دينجو طبعا، بس بطعم ايه خفيف اللي هو الشوكولاته يعني. هنا بقى دول برضو الهيلسي احسن من مزارع دينا بفرق بسيط، بس هنا بقى دول في فرق اكبر من دولت يعني في الطعم الشوكولاته وفي طعم اللبن. ده حاسس ان طعمهم ظاهر اكتر يعني، مع مراعاة بقى السعر اللي فرق 6 جنيه ونص. وكمان بقى دولت بقى عشان ندوهم حقهم، ده 250 مللي ده 200 مللي كلهم يعني. دولت الاتنين دولت طعمه 250 مللي يعني، وكمان محطوطه في ازاز وازازه بلاستيك يعني. فانت طبعا ما انت عاوز يعني. فاتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم يعني. فبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. بس كده، سلام.